جايب لكم النهارده يا جماعه موقع رهيب جدا لزياده مشتركين اليوتيوب. انا بعتبر الموقع ده من افضل واقوى المواقع لزياده عدد المشاهدات والمشتركين. كمان الموقع ده يا جماعه المشترك اللي هتحصل عليه من خلاله هيكون مشترك حقيقي ومتفاعل على قناتك. كمان عايز اقول لكم يعني ان معظم القنوات الكبيرة والمشهورة بيستخدموا الموقع ده علشان يزودوا المشاهدات والمشتركين على قنواتهم، وهو موقع مجاني، يعني نقدر نزود مشتركين يوتيوب بشكل مجاني على قنواتنا. وعايز اقول لكم برضو كمان ان كلنا مرينا بالموقع ده، بس في كتير من الناس مش واخدين بالهم ان هم يقدروا يستخدموا الموقع ده وبشكل مجاني لزيادة المشتركين. خلينا نروح نتعرف على الموقع ده مع بعض. طبعا يا جماعة كنا شرحنا ليكم قبل كده في القناة انه تقدر تجيب مشتركين يوتيوب وبشكل جيد جدا من خلال بحث جوجل، وكنا قلنا ان بحث جوجل يا جماعة هو اكبر محرك بحث على الانترنت. يعني ايه؟ يعني لو فيديوهاتك بتظهر على بحث جوجل فانت هتجيب مشاهدات ومشتركين كتير جدا. وهنشوف دلوقتي برضو مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، ادي اسرع طريقة لزيادة مشاهدات اليوتيوب. وهندوس سيرش زي ما حضراتكم شايفين كده، وهندوس فيديو. هتلاقوا ان في فيديوهين عندي ظاهرين في سيرش جوجل، في بحث جوجل. ولو رحتوا على الفيديو الاولاني ده اللي هو اسرع طريقة لزيادة مشاهدات اليوتيوب من 0 ل 456 الف مشاهدة، هتلاقوا ان الفيديو ده هو الاعلى مشاهدات عندي على القناة، وهو اكتر فيديو جاب لي مشتركين على قناتي. تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة لسيرش جوجل. اما الموقع اللي احنا هنشرحه مع بعض النهاردة فهو ايضا مرتبط بموقع جوجل، ومش عايز الناس تتسرع وتحكم على الموقع ده. يعني انا عارف ان اي طريقة احنا بنشرحها الناس بتستصعبها، مع ان الطريقة سهلة جدا ومجانية، وفي خلال يوم واحد تقدر تستخدم الطريقة او الموقع اللي بنشرحه لحضراتكم النهاردة. طيب يا جماعة، الموقع ده يا جماعة اللي هنستخدمه اسمه بلوجر. كتير من حضراتكم يعني يسمع عن البلوجر، وبنقول مرة تانية لا تستعجلوا في شرحنا في الفيديو. البلوجر زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني انا لو دوست على كلمة يمكنك انشاء مدونة زي ما حضراتكم شايفين كده، وهندوس على تسجيل الدخول الحساب بتاعي، هنلاقي ان انا عندي بلوجر واتنين اكتر من بلوجر زي ما حضراتكم شايفين كده. لو دوسنا على عرض المدونة، ادي مدونة من المدونات بتاعتي او بلوجر من البلوجرات بتاعتي يعني. وانا بستخدم البلوجر ده علشان يعني اجيب زيارات او مشاهدات ومشتركين لقناتي زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الموقع بتاعي. طبعا كتير من حضراتكم كان بيدخل على سيرش جوجل يبحث عن حاجة، يدور عن حاجة، بيخش مقال زي كده وبيلاقي في اسفل المقال يعني فيديو بيكمل الشرح بشكل عملي ومرئي عن طريق فيديو من يوتيوب. ومعظمنا وانا واحد من الناس كنت بخش يعني بفضل ان انا اشوف الشرح اللي قدامي ده في المقالة ولكن على هيئة فيديو، وبالتالي بشترك في القناة او بجيب مشاهدة للقناة دي. تمام يا جماعة؟ تمام. يبقى اذا الموقع اللي حضراتكم هتستخدموه وهو سهل ومجاني، وتقدر تعمل انشاء ليه مدونة في اقل من دقيقة واحدة. يعني لو دوست كده على الايقونة دي هنلاقي مدونة جديدة. لو دوست على مدونة جديدة تعمل لها عنوان، تعمل لها تالي، وبعد كده وصف للمدونة، وشكرا على كده بقى عندك مدونة وتقدر تكتب فيها مقالات زي ما حضراتكم شايفين كده. لو دوسنا على مشاركة جديدة يعني مقالة جديدة، بنبدأ نكتب المقالة دي زي ما حضراتكم شايفين كده بطريقة معينة، وهي سهلة جدا هشرحها لكم في فيديو منفصل. ونخلي بالنا ان البلوجر يا جماعة بيشتغل زي اليوتيوب بالظبط بالكلمات المفتاحية. علشان كده انا كنت معظم تركيزي في شروحاتي على السيو، على الكلمات المفتاحية. وقلت لحضراتكم كتير قبل كده انك تعرف الكلمات المفتاحية وتتعلمها، ده هيساعدك انك تربح من كل المواقع على الانترنت اللي بتشتغل بنظام البحث، بنظام كتابة كلمة ففي حاجة تظهر قدام الجمهور. وبلوجر بيعمل بنفس الطريقة يا جماعة. تمام يا جماعة؟ فكنا بنركز على الكلمات المفتاحية وأجلنا شرحنا للبلوجر علشان الناس تكون فهمت، اتعلمت، اتدربت على الكلمات المفتاحية. وهي سهلة للغاية يا جماعة، تتعلموها في أقل من يوم واحد وتبدأوا تكتبوا مقالات، والمقالات دي تظهر في نتائج بحث جوجل،
وعن طريق بحث جوجل اللي هو بيجيله يعني جمهور بالملايين يوميا تقدروا تزودوا مشاهدات ومشتركين على قنواتكم. طبعا هنشرح لكم فيديو لوحده ان احنا يعني ازاي نعمل مدونة، ازاي نعمل لها مظهر، ازاي نخليها يعني نهيئها انها تظهر في البحث، وبعد كده نكتب مقالة بالسيو وبطريقة صحيحة وهي سهلة جدا. وكمان هتكتبوا المقالات دي ممكن باستخدام جزء بالذكاء الاصطناعي، فهيبقى سهل عليكم جدا ان انتوا تعملوا الكلام ده. يعني ممكن تكتب مقالتين 3 4 10 في اليوم الواحد وتضع فيهم فيديوهاتك، هتجيب مشتركين كتير جدا يا جماعة. صدقوني انا يعني مش عايز اقول صدقوني طبعا لان محدش بيشكر في الكلام اللي بيقوله، ولكن انا بقول لكم الكلام ده عن تجربة، وحضراتكم مريتوا كتير جدا ودخلتوا على مقالات كتير جدا يعني، ولقيتوا في اسفل المقالات دي فيديو بيشرح بشكل عملي وعلى هيئة فيديو. لو انا بكذب في الكلام اللي بقوله ده يا اخوانا يعني ارجو ان الناس تعرفني في التعليقات تقول لي الكلام ده مش صحيح. يعني ان شاء الله الفترة الجاية هنركز على سيو اليوتيوب، وهنركز على بلوجر، لانك ممكن تربح كمان من بلوجر، وبلوجر اسهل من يوتيوب. تخيلوا انك ممكن تعمل 20 مقالة في خلال 3-4 ايام ويكونوا مقالات حصرية لحضرتك، وبعد 10 ايام او 15 يوم تقدم البلوجر بتاعك لادسنس وتبدأ تحقق ربح من بلوجر كمان. فانا ارجو ان الناس تهتم بالبلوجر، اقروا معلومات عنه لحد ما نجهز لكم الفيديوهات بتاعته ونكمل مع بعض ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد لحضراتكم، ونشوفكم في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.